عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الهنا والسرور لحبايب قلبي واخواتي المتابعين في الدنيا. النهاردة احنا بقى في الغيط عند اختي حبيبتي ونور عيني. اختي هي امي الكبيرة، هي امي بعد امي رحمة الله عليها. قاعدين بقى نعمل فراخ وفي وسط الزرع الجميل كده اللهم بارك والجنان حوالينا. هنهي الفراخ بقى ونعمل اكل كده، واللمة بتحلى ايه. اللمة بتبقى اللي هي نجمع اصحابنا واخواتنا وحبايبنا كده يا حبايبي. يا رب يسعدكم ويجمعنا دايما على الخير والحب وعلى طاعة الله دايما في الدنيا وفي الاخره. يا رب يجمعنا في الفردوس الاعلى من الجنة، اللهم امين. انا وانتو كل حبايبنا. اللهم بارك بقى كده. حطينا الفراخ على الفحم كده تستوي ايه احلى فراخ على الفحم كده في وسط الخضره، في وسط الطبيعه وجمال الطبيعه، الريف المصري الجميل وكده. لمة اخواتنا الحلوين وجوز اختي. جوز اختي الكبير ده هو اخونا الكبير بصراحه، بنعتز بيه. ابو سماح منور يا ابو سماح. الله يكرمك يا اميره يا بنت عمر. ده نورك انت. ابو الدكتوره سماح بقى دي اخونا الكبير، ربنا يسعده ويبارك فيه. هتقلبها يا ابو سماح؟ اللهم بارك. هي تتقلب بقى على طول بحيث ايه توزع الحراره، يعني نقلبها مثلا كل 5 دقايق كده بحيث ايه تتوزع الحراره ايه للفراخ كلها، وكلها تبقى بلون واحد ومستويه نفس السوا واحد كده بقى في وسط الخضره. اللهم بارك كده. تعالوا نروح عند مكنه الميه في ها كده بقى. اللهم بارك. دي ايه؟ دي طلعه الميه اللي هي الميه البحري في الريف المصري. دي طبعا بتبقى الميه دي فايدتها كبيره غير الميه المعين اللي هي الميه من تحت الارض اللي هي عباره عن ماسوره وكده. لا، الميه البحري اللهم بارك ها ماليه الترعه. فايده كبيره ايه للزرع، بتغذي الزرع اكتر من الايه من الميه المعينه اللي بقول لكم عليها. ونروح بقى عند مكنه الميه اللي بتسي دي. يا حبايبي ايه رايكم بقى في الطبيعه والريف المصري والهدوء والاتزان النفسي؟ لا الشمس دلوقتي لسه قويه في العين فهتزغلل في عيني كده يا ملك. اللهم بارك بقى الزرع وجمال الطبيعه. وادي الترعه. اللهم بارك. الميه منظرها جميل، بتعجبني قوي الترعه لما تكون مليانه يا ملك. دي بقى ايه الميه البحري بتسي بقى تنزل بقى على البحر. لا لو شربته هناك لا ده دي ميه بحر ما ينفعش نعدي من تحت الميه. اللهم بارك. منظرها جميل قوي يا حبايبي. ازاي كده الفحل نازله الميه فيه. الله تعجبني. بحب انا اجي لما اكون الارض بيسقوا فيها ميه وكده، بتبقى الميه جميله والمنظر حلو. كنا احنا اطفال صغيرين نحب نقعد على الفحل كده، على حرف الفحل كده، ونحط رجلينا كده في الميه ونقعد نغسل رجلينا ونلعب في الميه يعني واحنا صغيرين. اللهم بارك. المنظر جميل. اللهم بارك. ما اجمل الطبيعه والريف المصري الحلو الجميل. ايه الجمال ده يا جماعه. الجمال ده. طبعا الميه اللي هي الميه البحري دي من زمان، هي دايما في الفتره الاخيره دي تهيالي بقت قليله، او بتيجي في اوقات بتبقى الناس مثلا محتاجاها. يما الناس تحتاجها وتكون مثلا عدد كبير من المزارعين بيسقوا كده بيخلصوها بسرعه لحد ما مثلا العدد دي يخلص بترجع الميه تجيلنا تاني. الميه دي طبعا كلها مغذيه بتغذي الزرع زي ما قلت لكم. ادي القمح. دي القمح اللهم بارك. القمح كبر حبه واحنا ورانا لكم قلت لكم الجناين وادي الجنينه. طبعا دي الجنينه دي طرحوا منها البرتقال، وزي ما قلت لكم قبل كده ان الجنينه في ناس بتحب تستغل المساحه كده يزرعوا فيها برسيم، وفي بيحبوا يزرعوا فيها خضار زي ما بوريكم. وادي الميه. دي الفحل بقى. دي اللي احنا قلت لكم الميه البحري مغذيه جدا. اللي انا اعرفه فيها يعني بالنسبه لنا مثلا زي الطعام كده، زي الاكل، في مثلا الخضار بيبقى فيه قيمه غذائيه عاليه، كذلك الميه البحري
سبحان الله. انا اعرف ايه ليه من النيل وكده فيها ايه فايده كتير ايه للزرع. اللهم بارك. ايه رايكم في الجمال؟ وطبعا فين ابو وردان يا رميسان؟ ابو وردان دايما بيبقى ساعه الميه. ابو وردان طبعا انا قلت لكم عايزه اصوره لكم لو لقيته موجود. بياكل اللي هي الحشرات الضاره اللي بتضر البيئه، صح؟ لو لقيته هصوره طبعا. ادي الجنينه. ايه رايكم؟ جمال الطبيعه. طب علي صوتك. دي القناية انت. بلدنا اللهم بارك. ما كناش احنا ما كانش الشعب المصري عارف. ربنا يديك الصحة يا رب يقويك. يعني انت كده فتحت القناية فتحت. اللهم بارك. ربنا يديك الصحة ويقويكوا يا رب. كده طبعا القناية نزلت. بصوا يا حبايبي كده اللهم بارك. انا طبعا في وسط البرسيم. دي تاني بيقولوا عليه يعني هو البرسيم كده حشوه، بس البرسيم ده ايه طوله صغنطوط جدا لانه ايه لانه حشو يعني اول مره. دي تاني مره بقى بتبقى تاني مره طلعت الايه البرسيم. وزارعين بقى كالعاده برضو زي ما قلت لكم. هنا حبايبي هنا الريف المصري والزراعه المصريه هم يعتبر هم اساس يعني هم لهم فايده كبيره. لولا الزراعه لولا الفلاح ما لبس بصوا حبايبي كده الفراخ بدات تاخد لون وقلبناها زي ما قلت لكم كل 5 دقايق. ايه رايكم؟ ريحه الفراخ على الفحم طالعه. اللهم بارك ريحتها تجنن. ايه رايكم؟ القعده كده وسط الزرع كده لها مردود ايجابي جميل. عندك بقى الحبايب، عندك المحمر والمشمر. اميره كده خلاص اشيلها. ايه رايكم يا جماعه؟ كده خلاص خدت لون وزياده كمان. انت كنت مع الفحم كان عليها عالي سنه. كده الفراخ تمام. يلا يا حبايبي يلا هنغرف بقى. ايه رايكم في اللمه الجميله كده؟ ربنا يجمعنا يا رب في الخير دايما احنا واخواتنا كل